احنا كستات بيوت بيفرق معانا جدا الادوات اللي بنستخدمها في المطبخ، يعني ادوات تكون بسيطه كده وتكون حجمها بسيط. فعشان كده جبت لكم النهارده كبه هافر. كبه هافر دي بقى بتفرم لحمه وبتعمل خفق للبيض، وكمان بتقشر بصل وثوم، بتقطع ملوخيه، ممكن تعملي فيها كفته رز، ممكن تعملي فيها كل حاجه. فتعالوا النهارده اقول لكم ايه مميزاتها، وكمان ايه الحاجات اللي موجوده عندهم في الشركه ومتوفره. تعالوا بقى نشوف الكبة بتاعتنا، كبة هافار، واقول لكم المميزات بتاعتها كتيرة جدا. الوعاء بتاع الكبة سعته 2 لتر، وطبعا ضد الكسر، وكمان عليه ضمان لمدة 20 سنة. ده غير ال3 قطع اللي مع الكبة اللي هتعملي بيها كل حاجة في مطبخك. وطبعا الموتور 1200 واط ونحاسي، وده عشان الكبة تعيش معاكي أطول فترة ممكنة. وطبعا في الضمان لمدة 3 سنين لو أي سلاح اتكسر، طبعا بيكون الشركة بتبعته لنا مجانا لحد البيت. ده غير الضمان بتاع الوعاء 20 سنة، يعني لو حصل له أي حاجة الشركة بتبعته لنا كمان مجانا لمدة 20 سنة. وكمان الكبة معاها هدية حلوة قوي، مريرة مطبخ قيمة وهدية ليكي لو طلبتي دلوقتي. تعالوا بقى نتكلم على القطع بتاعة الكبة. أول قطعة كده السيليكون اللي بنعمل بيها البصل والثوم، وتاني واحدة اللي بنخفق بيها بقى البيض، والتالتة دي بنعمل فيها كل حاجة. اول حاجه بقى هنستخدم السلاح السيليكون ده ان احنا نقشر البصل، وطبعا السلاح ده بيقشر الثوم والبصل، وكمان ممكن تعملي فيه الممبار، تنضفي الممبار فيه، لان هو مش سلاح حاد وسيليكون، فبينضف الحاجه او بيقشرها بطريقه بجد حلوه قوي. القطعة التانية بقى اللي احنا هنعملها دلوقتي اللي هي ال6 شفرات او الشفرة الحادة اللي انتوا شايفينها. طبعا بتحطي البصل زي ما هو، بتحطي اي حاجة زي ما هي، وبتتفرم فرم خطير. وطبعا في نظام النبضات، ان انت لو عايزة الحاجة متقطعة فانت بتدوسي دوسة النبضات كده، لو انت عايزاها تكون مفرومة ناعم بتدوسي دوسة طويلة. ومش قادرة اقول لكم الخضرة بتاعت المحشي بتتقطع فيها بتكون حلوة جدا، مش معصورة كده وفيها مية، لا بتطلع كأنك مقطعاها على السكينة. لما بتعملي نظام النبضات بتطلع معاكي بالشكل ده. وطبعا الملوخيه هتعمليها جوه، هتفرميها، هتعمليها فيها، بتطلع حلوه جدا جدا. بصوا بقى الخضره طالعه كده مش معصوره ولونها متغير، طالعه نفس اللون وفي نفس الوقت ما فيهاش اي ميه، كاني مقطعاها بالظبط على السكينه. ودي ميزه حقيقي هتريحك جدا في المطبخ، مش بقولك فيها كل حاجه. الحاجه كمان اللي هتفرق معاكي جدا جدا ان انت وانت بتفرمي اللحمه تحطي فيها اي كميه. انا حطيت فيها كيلو لحمه علشان اعمل كفته النهارده، كفته عاديه، كفته مشويه، وكفته رز. هوريكم بقى ان انا اول ما حطيتها تحطي كل الكميه اللي عندك. وعايزه اقول لك ممكن تحطي الكميه زي ما هي من غير ما تقطعيها، بتفرم فرم خطير كانها طالعه من المفرمه، مش فرم كده اللي هو تحس ان اللحمه معصوره معاكي، لا بتفرم فرم حلو جدا جدا. بصوا بقى اتفرمت معايا، وهنعمل النهارده كمان كفتة الرز فيها في 5 دقايق. 5 دقايق كده بتكوني خلصتي كل الحاجات على السريع. كمية اللحمة دي هاخد كده نصها هعمل كفتة مشوية، هضيف عليها البصل وكمان البقدونس اللي احنا لسه فارمينه، والنص التاني كده هحطه على جنب وهرجعه تاني الكبة وهعمل كفتة رز. وطبعا انتوا عارفين كفتة الرز دايما بعملها ازاي، بعملها بالرز المطحون او دقيق الرز. هبتدي بقى احط بقى كل المكونات بتاعه الكفته بقى، البقدونس والكزبره والشبت وكمان الثوم، وهحط عليه كده دقيق الرز وهفرم. عايزه اقول لكم ما بتاخدش معايا بالظبط اقل من 5 دقايق، انا بكون طالعه باحلى كفته رز بجد في البيت. وكمان فيها ميزه حلوه جدا، الجزء ده ممكن نضيف اي حاجه واحنا شغالين، يعني لو سوائل بقى ممكن تضيف سوائل، لو انت مثلا نسيتي توم، نسيتي اي حاجه ممكن تضيفيها بعد ما تكوني كده اشتغلتي. انا عايزه اوريكم بس كفته الرز بتطلع طريه جدا وناعمه جدا ومفرومه فرم ناعم بسبب الكبه بتاعتنا. بصوا شكلها بجد خطيره. نيجي بقى للقطعه الثالثه اللي هي القطعه بتاعه الخفق بتاعه البيض بقى، او كريب شانتيه، او اي حاجه ممكن نعملها. عايزه اقول لكم بسيطه جدا بس بجد بتطلع الحاجه حلوه جدا. بصوا بقى بتطلع الحاجه بجد، الخفق بيكون ممتاز. فدي برضو ميزه حلوه جدا ان انت هتستخدمي فيها كذا حاجه. كمان شركه هافار متوفر فيها الاير فراير وكمان المكانس وكمان الهاند بلندر. ولو حابين تطلبوا كمان اي حاجه هيكون في خصم لصفحتي، صفحه فاتن فريد كيتشن. وبس كده، اشوفكم على خير.